شفتي هاد خونا اللي كيشفر هاد الدريه بسببه غادي يطيح الرواح وبسببه غادي يتقدم واحد في الحبس، وهاد الغلط كديرو حتى انت وإلا ما رديتيش البال تقدر الله يحفظ تمشي للحبس فابور. 3 ديال ولاد الدرب جالسين مع بعضياتهم في القهوه، والقهاوي ديال الحومه راكم عارفينهم كيفاش دايرين، كيجمعوا فيهم الدراري ديال صحاب الجوانات المأجون، ولا يخفى على المكان كيكون بيناتهم واحد الدريري ما كيكمي ما كينفح، ولكن كيجلس غير مع المكارب، يعني غير صحاب السوابق ديال الضرب والجرح والسرقه وما يزيد على ذلك. وهاد الدري هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم، وكيفاش غادي تخربق ليه العداد ديال حياته من جيد للأسوأ. داك النهار الشتا كانت كتخبط وكان الشتا بزاف والرعد. كانوا 3 ديال ولاد الدرب جالسين في القهيوه، 2 فيهم واصلين بمعنى مقرقبين صافي الدماغ ما كاينش بلاصتو، والثالث فيهم واحد الدري نقيقي ما كيدير حتى شي حاجه وما عندوش مع شي حاجه سميتها البليه، وهو اللي غادي يدور عليه الفيلم ديال اليوم. وهما جالسين واحد في داك المقرقبين غادي يقول لصاحبو اللي مقرقب حتى هو، قال له شنو دابا؟ ويجاوبو قريقيبه صاحبو قال له ايه دابا وغادي نوضو دابا. الدري زايد ديالنا كيليميني زويون، عنده واحد الميطير تا هو زويون. خلاصه الامر دري ونعم الشباب. وين نقص قريقيبه قال زيد عطينا الموتور ديالك واحد شويه نمشي نتسخر الوالده نجيب ليها واحد السخيره وانا معاك. زيد ما ضربش على الموتور تماره، قال ليها الكونتاكت سير. منين كان خارج قريقيبه شاف الجو ما مساعدوش، قلت لك الشتا والخبيطي دونك الجو مكرب بالمزيان. ويرجع عند زيد قال له عافاك عطيني داك الجواكيطه نلبسها حتى هي ومنين نكون جاي نجيبها لك معايا، غير المهم الشتا باش ما تقيسنيش الشتا. هو جاوبو زيد قال له هاك خود. المهم الدري مازال ما عارف والو في الحياه، ولكن الدرس اللي غيتعطاه غادي يخلصو غالي. قلنا كانوا جالسين 2 مكارب، داك خينا اللي بقى مع زيد فاش خرج قريقيبه قال له انا راني غادي نمشي في حالي حتى نشوفوا زيد. هو يقول له زيد الله يعاون، وداك الشيء اللي كاين خرج من القهوه، ولكن هو ما مشاش في حاله، مشى عند داك خينا اللي خدا الموتور باش ينفذوا المهمه ديالهم. المهم غادي يخطفوا السيكان صحه ولا خاطر، ما كيهمهمش انت شكون بغيتي تكون، المهم غادي يديو لك داك الشيء اللي عندك باي طريقه. ايوا سيدي ركبوا على داك الموتور بقاو غاديين كيقلبوا بداك الموتور على داك خينا ولا داك ختنا اللي غادي يوقفوا عليه. لقاو واحد خونا يلاه جاي من الخدمه بركه هو مع الحيط، جبد داك الشيء اللي عندك وما يديو ليه التليفون. ها الاول وما قنعوش حيت هما 2 خصهم الباي تقسم على 2، وداك الباي خصها تكون مدوزيه بمعنى خصهم يضربوا عدد كبير من الهواتف او عدد كبير من الفلوس باش تجيهم الحصيصه كيف كنقولوا مقمحه. وما غيتلاقاو غير مع واحد ختنا داو ليها التليفون، كان موراها باها حاضيها بالطوموبيل، بقى تابعهم بالطوموبيل شد يا ما تشد شد يا ما تشد، هربوا بالموتور. التليفون اللي داو لداك ختنا تليفون كبير بمعنى بان ليهم فيه الكاميله كيف كنقولوا، ولكن مول الطوموبيل بوين الدريه ولا ما بغى يتفك معاهم. راكم عارفين كيفاش يدي لي لبنتي التليفون الكبده كيف كتعرفوا شنو هو، قصوا لي بنتي والله ما نتفك، وما كيعوجوا هو حتى هو كيعوج معاهم، وما يدخلوا مزنقه حتى هو يدخل من ديك الزنقه، وما يخرجوا منها حتى هو يخرج منها. المهم ما بغاش يتفك، وما يهربوا ليه في واحد الزنقه، هربوا ليه في ديك الزنقه هذيك ما بقاش عارفوا منين دازوا. صافي يعرفوا القضيه فيها الامان كدا، وما يحطوا الموتور حدا واحد المقباسه وشدوا طاكسي ورجعوا في حالهم. رجعوا عند زيد لقاوه مازال جالس كيتسنى فيهم في القهوه. قال لهم مالكم تعطلتوا؟ قالوا ليه راه خسرنا الموتور. ويلي خسر لكم الموتور؟ قالوا له هادشي اللي كاين زيد. قال لهم فين خليتوه دابا؟ قالوا ليه راه كاين جهه المخبزه اللي كاينه في الدوره. يلا تم خارج زيد وهو يعيط عليه داك القرقوبه. قالوا هاك الجاكيطه ديالك. تا الجاكيطه زيد خدا الكونتاكت ديال الموتور ومشى. دابا غادي يبقى خصو واحد خينا اللي غادي يوصلوا للبلاصه اللي نعتوا ليه الدراري، يعني البلاصه اللي فيها الموتور باش يمشي يجيب الموتور ديالو. هو دار معاهم غير المزيان، ولكن شوفوا معايا وتبعوا معايا الاحداث داك المزيان ديالو فين غادي يوصلوا. زيد زاد واحد شويه وعيط لواحد صاحبه باش يجي يهزو على الموتور وغادي يديوه يجيبوا الموتور ديالو اللي خلاوه حدا المخبزه. جا عنده واحد صاحبه بالسي 90 دري صراحه تا هو الله يعمر ليه الدار، ركبوه بجوج ومشاو مقصدين للموتور، لقاوه فعلا محطوط حدا المخبزه. ولكن المشكل هو ان داك الراجل اللي داو ليه لبنتو التليفون بقى كيقلب في داك الدروبه حتى لقى الموتور محطوط. عاقل عليه اش غادي يدير؟ غادي يعيط على البوليس، والبوليس غادي يبقاو سامرين على شكون غادي يجي يهز داك الموتور. زيد دمدومه وكيف كنقولوا كيليميني
ما عندوش الدماغ، غادي يصدق مقيد معاه حتى صاحبو اللي جا غيوصلو بال96، خصوصا ان الشرطه عندهم المواصفات ديال شنو كانوا لابسين الشفاره اللي شفروا، واصفين ليهم بالضبط ان الشفار كان داير الجاكيطه، والقب ديال داك الجاكيطه كانوا مدرقين به وجههم باش ما يبانوش، والجاكيطه هي اللي كان عطي زيد القرقوبه. زيد وصل للموطور وما ينزلوا البوليس، ضربوا لزيد المينوط وضربوا حتى لصاحب زيد المينوط اللي كان وصلوا بال96، دبروا على مونتي فابور وهما ما دايرين لا بيديهم ولا برجليهم، دخلوهم للكوميساريه. سميت باك سميت امك، علاش درتي هكا، التليفون فينا هو؟ السيد كيقول لهم شمن التليفون اللي ديت، انا ما ديت والو الله يهديكم. هو يقول ليه البوليسي هاد الدريه وباها واش غيكذبوا عليك، راهم جايين من ديكلارين بيك. ونزيدك حاجه اخرى، راه كاينين شكايات اخرين راهم حاطين نفس المواصفات ديال الموتور ونفس المواصفات ديال شنو لابس. زيد هو عاد يتفكر ويقول لهم هداو اسيدي انا راني عطيت الموتور وهاش كاين. صاحبي قال لي راني عطيني الموتور، عطيته الموتور وخلاه في داك البلاصه، وفاش ولا عندي قال لي هاك سير جيب الموتور ديالك، مشيت نجيبو هي فاش ديتوني نتوما. وبما ان زيد وصاحبو ما عندهم السوابق قالوا ليه قلنا هاد خياتنا شكون هما باش نمشيو نجيبوه، ويقول لهم سميتو فلان بن فلان ومكنين عليه قرقوبه في الدرب. مشاو جابوا قرقوبه حقوا معاه وقالوا ليه شنو كتقول في المنسوب ليك وين قرقوبه؟ قال لهم الله يهديكم شنو كتقولوا، هادشي راه ما منه والو، انا راني كنت انا وصاحبي فلان في الدرب ما تفرقناش ملي خرجنا من القهوه نهار كامل. قرقوبه نكر وشكون اللي بقى حاصل؟ زيد قال لهم باللي مول القهوه راه شايف كل شيء، ولكن للاسف مول القهوه ما شادش بداك الشيء اللي خصو يتقال. قال لهم بصح راه كانوا جالسين ولكن ما عرفتش شكون اللي خرج بالموتور. مول القهوه واش ما بغاش يقول، واش خاف، واش ما بغاش يدخل في هاد المشاكل، الله اعلم. زيد وصاحبو تبتت عليهم التهمه وغادي يدوزوا سنين طويله في الحبس. تبست عليهم تهمه وهما ما داروهاش. زيد بقى فيه الحال بزاف، خصوصا كيشوف راسو غير مظلوم، كيشوف والديه مكرفسين معاه من غير الفلوس اللي خسروا عليه، اما داكشي بلا ما نهضروا عليه. وزيد بداك الفقصه البليه ما عمرو حطها في فمو ولا كيكمل كارو، وشويه زاد عليه الحشيش، وبالفقصه ما بقاش كيجيه الناس من غير الزحام اللي كاين في داك الحبس، ولا مفرش غير حدا الطواليت، اللي دايز يعفط عليه واللي دخل الطواليت حاشاكم يعفط عليه. وداكشي ولا مرضو، ولا حتى هو من داك الناس اللي كياخذوا التريتمون، يعني كيتقرقبوا. داك الجو ما والموش، بحال بدا كيهرب ليه شويه الفريخ. وحتى والديه لاحظوا فيه داك الشيء ملي كانوا كيجيو عنده للزياره، بغاو يديوه للسبيطار باش يتعالج ولكن ما لقاوش كيفاش يديروا ليه. غادي يدوز داك المده اللي عطاوه وهو مشدود، ولكن زيد ما غاديش يبقى هو زيد. داك زيد الزوين مات. خرج زيد من الحبس وقلبه عامر، بلا ما نهضروا على البليه وبلا ما نهضروا على الفانيد والشر اللي ولا في عينيه. زيد غادي يختار الطريق لراسو، والطريق اللي يا ريت ما اختارهاش. منين خرج من داك 4 ديال الحيوط اول كلمه قالها لمو: القانون ما غداش ليا حقي، ولكن انا ما غاديش نجلس حتى ناخذ راسي، ولكن القانون ما عنده ما يدير. الادله كانوا كاملين ثابتين عليه، وداك الشيء اللي في دماغكم هو اللي غادي يوقع. من بعد 3 ايام ما خرج من الحبس، غادي يولي يخرج بالليل باش يقلب على صاحب دعوته، لان قريقيبه منين عرف زيد خرج من الحبس غبر هو من الدرب. ولكن غادي يتلاقى معه واحد النهار، جاي قريقيبه على رجيلاته كيتسلط للدار، هو يشوفو زيد مشى ليه ويتشانق هو وياه. زيد خاجي واحد الشنويه ديالو موراه، يلاه جبدها وبغى يخشيها فيه. قريقيبه صحاح عليه، حيدها لي من يدو وحشاها فيه، ولا مودع الحياه صغير زيد، وخلى والديه محروقين من جهته. رفاقة منواله دخلته للحبس وصيفطاتو للقبر وهو مازال في عز شبابو. هاد الوقائع اللي كنقولوا راه كنبغيو نفيقوا بها شي وحدين وتزاد فيهم غير النفس. كنشوف شي وحدين كيقلبوا على مشاكل روسهم، الخوت ردوا البال، حتى اللي ما فيه نفع دفع، اللي ما غتستفش منه شي حاجه مزيونه ما عندك ما دير به. وزيد كان سبابو غير رفاقة منواله، وشوف رفاقة منواله فين وصلاتو. القضيه ديال هاد النهار الخوت كتسالي هنايا، وكنعاود ناكد عليكم اللي ما فيه نفع ادفع.